صاحبة الصوت الجميل الدافي الهادي، واحدة من أشهر رموز الموسيقى العربية في عصر الذهبي. طلعوا عليه أشاعات كتير، فتحوا عليها النار وأبواب كتير. صندوق أسرار نجاة الصغيرة. اسمها نجاة محمد محمود حسين، اتولدت في مدينة القاهرة 11 أغسطس سنة 1938. والدها كان بيشتغل خطاط في مدينة دمشق السورية، وهي كانت ليها 7 إخوات، أشهرهم كانت سعاد حسني والملحن عز الدين حسين. كانت في سن 5 سنوات بتغني لأم كلثوم، وهي عندها 8 سنين اشتركت في فيلم هدية، وأعجب بيها المخرجين والكتاب ووصفوها بالمعجزة. أخوها ساعدها إنها تكمل ويشوفها الملحن محمد عبد الوهاب سنة 1949، وقدم ليها دعم كبير فني، وهو اللي أطلق عليها لقب نجاة الصغيرة. اختلفت هي ووالدها وسابت له البيت. هي وأخوها راحوا عاشوا لوحدهم. والدها وقع بإنهاء الوصية عليهم، لكن نجاة اتجوزت وجوزها دعمها. قدمت أول أغنية خاصة بيها علشان تشق طريقها في مسيرتها الفنية. عملت 200 أغنية، وعملت 30 فيلم سينمائي، أشهرهم فيلم الشموع السوداء. طلع عليها إشاعات كتير إن في خلافات ما بينها وما بين أختها سعاد حسني بسبب توتر علاقتها هي وسعاد بسبب والدها. سعاد اللي خدت مكان والدتها، لكن هي نفت وقالت ما حصلش الكلام ده كله وكلها إشاعات. أول قصة حب كان عندها 16 سنة مع صديق أخوها المهندس الزراعي كامل، كان أكبر منها ب30 سنة. كان مقرب أوي لأخوها وعرض عليها الزواج، واتجوزت سنة 1955. خلفت منه ابنها الوحيد، وسنة بعد سنة بدأت مشاعر الحب تنطفي وانفصلت عنه واتطلقت منه. وبعد كده اتجوزت من المخرج حسام الدين مصطفى، وبعد 7 سنين لكن اتطلقت. وبعد كده اتفرغت لحياتها الفنية وتربية ابنها، وأعلنت اعتزالها رسميا سنة 2002، وبدأت تنتقل ما بين مصر ولندن لظروفها الصحية، لكن رجعت عن قرار اعتزالها سنة 2017 وعملت أغنية كل الكلام بطريقة الفيديو كليب. وآخر ظهور اتصورت بالنقاب وهي قاعدة في مكان في الزمالك تحت العمارة اللي ساكنة فيها، والناس صورتها إن هي قاعدة في الشارع علشان رافضة تمشي من البيت علشان مهدد بالانهيار. وانتشرت الصورة دي في مواقع السوشيال ميديا، لكن هي طلعت ونفت الخبر ده وأكدت إن هي ما بتقعدش ثانية واحدة في الشارع. انتقلت وعاشت في شقة ابنها لغاية ما تتصلح العمارة المنكوبة، وتم تكريمها في تونس والأردن. بمسيرتها الفنية على مدار 60 عام شكلت فيها مصدر فخر للغناء العربي في تاريخ الفن المصري. دلوقتي جه دوركم، قولولنا في التعليقات ايه اكتر دور واغنية بتحبوها للفنانة نجاة الصغيرة.